تولي الدخله ديالنا كنظن من الان فصاعدا، ولا الدخله ديالي ام باك ماذا فاكر. كنتمنى تكون الامور ديالكم مزيانين وكتكونوا دوزتوا واحد النهار برودكتيف وساتيسفي من الريزولتا والامور اللي وصلتوا ليها في هذا النهار. بغيف بغيت ندير واحد الفيديو تاني اليوم، وغنهضروا فيه على واحد الموضوع اللي ايبر امبورطون، اللي عنده علاقه بالخدمه، بلا كارير بروفيسيونيل، د لا مونتي دو كارير وب ليفوليسيون دو كارير وبالشوا ديال لومبلويور وبزاف ديال الامور. وكاين واحد السؤال صراحه اللي كيجي عند بزاف الناس، وواحد الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الشباب ملي كتشوف لي روتور ديالهم، القصص ديالهم، مجموعه ديال الامور. ملي كيسولو كيقول لك شوف راه انا مشيت لواحد الخدمه ولا بديت فواحد العمل وكنت كندير المجهود ديالي، وملي وصلت الوقيته ديال الترقيه لقاو واحد الانسان اخر ما لقاونيش انا، ولا تيقول لك مثلا انا تندير ليفور ديالي وما كاينش لابريسياسيون في الخدمه. ولا انا كنحس ان الناس اللي كيكونوا فوق مني في ليرارشي انا كنستحق نكون في بلاصتهم، ولا الناس اللي كيكون مثلا الشاف ديالي كنحس بيه حمار وانا كنحس براسي كامل نو لا 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 لا. وبغينا نفهموا اشنا هو المتطلبات ديال لومبلويور ولا ديال المشغل في 2023، واشنا هما الطرق باش تمشي مزيان. لانك الا فهمتي شنو باغي المشغل ولا شنو كتبغي الشركه ولا شنو كيبغي لومبلويور، تقدر جو بونس تاكسيلي وتمشي مزيان. لان المعرفه ديال الغايه ديال داك الانسان اللي كتناقش معاه ولا اللي كتدخل معاه في هذيك العلاقه كنظن تقدر تسهل عليك باش تعطيلو داكشي اللي هو باغي. اما الا كنتي انت مازال ما عارفوش ومازال عندك واحد الافكار غلطه ما صحيحاش ماشي دقيقه، كيكون لافونسمون ديالك ثقيل، وغالبا كتسرفق بزاف المرات في الخدمه وفي الخدامي اون جينيرال. الفكره الصادمه رقم واحد هي ان لومبلوير ديالك ما باغيكش تكون مبدع، ما باغيكش تكون انسان ذكي، وما باغيكش تكون انسان افيكاس. شنو هو اش كتقول لك كريم؟ واش هادشي بصح؟ واش بصح لومبلويور ديالنا ما باغيناش نكونوا افيكاس ونكونوا مبدعين ونكونوا كنقراو مزيان ونكونوا كنخدموا مزيان وكنطوروا من راسنا وهذه؟ وانا غنقول لك لا، ونشرح لك علاش. لان المشغل ولا ملي كتبدا العمل ديالك وكتكون انت لا خارج من الجامعه ولا من شي مدرسه عليا ولا شي حاجه، راك ما كتبداش في لو توب ديال لا ايرارشي، ما كتبداش مدير. كتبدا واحد الانسان كيدير واحد الواحد جوج ثلاثه، كيدير ا بي سي باش ياخذ واحد الصالير في الاخر الشهر. لكن انت انسان مبدع وعندك وذكي وكتطور من راسك، وكل مره كتجي عند الشاف ديالك كتقول له شوف انا راه هذيك واحد جوج ثلاثه وليت كنديرها في دقيقه، يعطيك واحد 4 5 6. كتمشي كطور له ديك 4 5 6 يقول لك 7 8 9. الوغ كو المدير ديالك اصلا لانتري ديالو ماشي هو يبقى يطور معاك في ديك الواحد جوج ثلاثه، وانما يحافظ على الثبات وعلى السيروره ديال الواحد جوج ثلاثه. بالدارجه ديالنا كنبغيو نجيبوا واحد الانسان اللي نقولوا له اشنو يدير، وفي نفس الوقت غنعطيو له واحد المقابل مادي على قبل داكشي. وما كنبغيوش واحد الانسان اللي غيجي يبدا يعلق لينا على شنو كنديروا. لا راه ما خصناش نخدموا هكا، لا راه خصنا نديروا هكا، لا راه كاينه هاد الطريقه، لا راه كاينه بهذه. الا درتي هاد المساله كنظن انك غتلعق. والمساله الاغرب هو كاين واحد التناقض دابا لان ملي كتبدا لتحت كيسميوه في الباتم ديال الايغارشي، وهنا واحد الكفاءات معينه ما كيكونوش مطلوبين، بحال الذكاء، بحال الابداع، بحال انك تكون بروبليم سولفر كتحل المشاكل هذه. لا، ملي كتبدا الكارير ديالك غالبا كنبغيوك دير داكشي اللي غنقولوا لك، ما كنبغيوكش تزيد من راسك، ما كنبغيوكش تفهم. واخا تكون ذكي، واخا تكون tu fais preuve d'efficacité و d'efficience روينه، ولكن it doesn't work like that. الوغ كو مع الوقت ولا في الشركات هذا واحد المشكل عندهم، ملي كنبغيو نعزلوا الناس اللي الفوق كنبغيو الناس يكونوا مبدعين، لان الشركه ما تقدرش تمشي بعيد بلا ناس مبدعين. الوغ كو باش نبقاو في هذيك الشركه كنبداو من التحت، ما كنبداوش من الفوق. التحت ما باغينش المبدعين، الفوق باغيين المبدعين. والتحت ملي ما باغينش المبدعين، دوك الناس المبدعين انا كنفلتريهم، كنجريو عليهم، كنبدلهم. الناس اللي فيهم صداع وفيهم المشاكل وكيزعدوا على ستاتيو كو وكيبغيو لو شونجمون بزاف الامور ما كنخليوهمش. الوغ كو ملي كنبقاو نطلعوا في واحد الناس واحد الوقيته اون سابيرسوا كاين الشركه ما فيهاش المبدعين، وعلاش ما كنربحوش وما كنزيدوش لقدام. وهذا الشيء الفكره اللي كيكون كيشرح جوردن بي بيترسون في هذا الرد ديالو على السؤال ديال واحد المتابع. نشوفوه ونعاودو نسمعوه ونعلقوا عليه بطبيعه الحال.
Do employers look for creative people? No, not generally. There's increasing demand in corporations for creative people, but the problem with being creative is that you're useless at the bottom of the dominance hierarchy. You're not there to think outside the box. You're there to learn what you're supposed to do and implement it. And creative people are like that is. هادشي اللي قلت لكم. ملي كتبدا البدايات الكارير ديالك خصك تدخل بواحد الفكره بسيطه، دون ما تكونش الحمار الطموح، دون جيت تو امبيشيس على الامور ديالك. انت داخل باش دير واحد جوج ثلاثه وكتخلص على واحد جوج ثلاثه، خصك تتعلم باش دير هذيك الواحد جوج ثلاثه كوريكتومون. وانا عارف هاد الفكره غتكون صادمه عند بزاف الناس، لان الناس المبدعين والناس الاذكياء ما يقدرش تجيبو تقولوا دير واحد جوج ثلاثه بلا ما كيشعر، كتلقى كيدير في واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ويقدر يطور لك الواحد جوج ثلاثه، لان الديفينيسيون ديال الذكاء هو كدير شي حوايج اللي ما كيديروش الناس الاخرين. علاش الناس الاذكياء كتلقاهم ديما كيعانيو في البدايه ديال في داك الانتري ليفل جاب؟ وعلاش نقولوا واحد اللعبه واعره، وانا كتقال واحد اللعبه واعره تيقول لك ان الناس اللي كيجيبوا مثلا مزيان في النتيجه ماشي ما كيكونوش دي ماناجر، لان الناس اللي كيجيبوا مزيان في النتيجه غالبا هما الناس اللي كيعرفوا كيمشيو للمدرسه وكيكونوا عارفين يديروا واحد جوج ثلاثه، والناس اللي كيكونوا دي ماناجر كيشدوا دي بوزيسيون كبار كيكونوا ما كيجيبوش مزيان مثلا في النتيجه، ولكن تيكونوا عندهم كفاءات اخرى. لان كيف ما قلنا التعريف ديال الابداع ولا التعريف ديال الذكاء انك ما كديرش هذاك الشيء اللي كيديروا الناس الاخرين، كدير شي حوايج اخرين. وملي يلاه كنجيبوك باش نخدموك كنبغيوك دير داك الشيء اللي كيديروا الناس الاخرين بحالك، خاصك دير واحد جوج ثلاثه كيف ما كيديروا الاخرين صحابك وكيف ما كيدير كلشي وتدخل معاهم. وهنا فين كيكون المشكل. What they do. Now, what happens though to companies is that because they filter all the creative people out at the bottom, and then people start to rise up to the top, you really need creative people at the top because they are the entrepreneurial types, and they're the ones, for example, in law firms, the more entrepreneurial ones are the ones that bring in all the business. But it's also very difficult to nurse them within any system because systems do not nurture creativity. Because the artist is always the person who stands outside the structure. وهاد اللعبه بصح، لان صعيب تدخل واحد الانسان كرياتيف في واحد لو سيستيم وتخليه، لان الديفينيسيون ديال ان سيستيم انه ما كيقبلش شي حاجه اللي خارجه على لو سيستيم، يعني ما كيقبلش الذكاء، ما كيقبلش الكرياتيفيتي، ما كيقبلش بزاف الامور. و الوغ كو الشركات ملي كيبغيو يهزوا دوك واحد شويه من هذوك الناس ولا شنو كيطرا، كنجيب واحد بزاف الناس كنحيد منهم الناس المبدعين الناس الاذكياء وهذه من التحت، حتى لان فيهم الفهمه بزاف وما كيعرفوش يديروا واحد جوج ثلاثه ويزقاو، خصو يديروا واحد جوج ثلاثه 5 10 12 16. وكنبقى نهز من هذوك الناس اللي حيدنا منهم الاذكياء كنطلع لي بوزيسيون الفوق، الوغ كو لتحت ما محتاجينش الذكاء ما محتاجينش الابداع، وانما الفوق محتاجين الذكاء ومحتاجين الابداع. هنا كيكون واحد المشكل بالنسبه للشركه، وحتى بالنسبه لك انت كانسان غيبدا الكارير ديالو ما تكونش امبيسيو بزاف وما تبداش الخدامين ديالك الاولين وانت كتفكر تكون داك المبدع والذكي والانسان اللي غيحل لنا المشاكل ديال الدنيا والدين، اكثر من انك دير الامور اللي بازيك وتحاول ما تغلطش فيها. هاد الفكره ما كنظن مهمه بزاف وغتقدر تلخص عليك بزاف الوقت. ولكن انت مدير دابا اصلا في شركه غتفهم شنو هما لي بوزيسيون، يعني ما تقلبش في واحد البوزيسيون بازيك واحد الانسان اللي ذكي بزاف ولا واحد الانسان اللي كيقدر يدير بزاف د الحوايج اكثر من انك تقلب على واحد الانسان يدير لك انت واحد جوج ثلاثه. انا شخصيا كنعتقد ان هذه المساله صحيه، لان ما يمكنش الشركه يكونوا فيها بزاف الناس ولا كاع الناس مبدعين. خاص يكون واحد مينيموم ديال لا سيستيماتيزاسيون ديال الخدمه اللي كتضمن السيروريه ديال الامور. بلا ما نطول عليكم بزاف، نتمنى الفيديو يكون عجبكم. خليو الافكار ديالكم الا كنتي اول مره كتفرج في القناه ولا كتشوفنا. subscribe, hit like button, leave a comment and peace.